بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم رائع عيسى إعلامي ومقدم برنامج أحوال البلد. طبعا دي مناسبة سعيدة وفعلا مساعد ربنا التكريم مساعد ربنا يعني فرص. ولكن أنا طبعا في بعض اتفضل تبشم مباشر عادي. طبعا حزب المحافظين طبعا على العلم انهم حزب قوي، بس انا حابب اوصل رساله للمسؤولين اللي هيشوفوا الحلقه دي نعرفهم حزب المحافظين وخصوصا في ارض المنوفيه انجازاته ايه، عمل ايه، بحيث الناس تعرف. فطبعا اتفضل احمد بيتكلم. حزب المحافظين المنوفيه الحمد لله هو 15 عملنا الاحتفاليه اللي احنا فيها ديت. تعتبر اخر احتفاليه اللي هي احتفاليه عيد الام وتكريم الام المثاليه. كرمنا حوالي 25 ام مثاليه، حوالي 10 من الشخصيات العامه سواء السيدات او الرجال. شرفنا في هذه الاحتفاليه الناس اخواتنا الموجودين في الامانه المركزيه، معالي الامين العام ومعالي الامين العام المساعد ومعالي امين التنظيم والاستاذ حازم قنصان لجنه السياسات، وطبعا معانا اخواتنا امانه المنوفيه كلهم موجودين، واهلنا في المنوفيه امهات المثاليات، وايضا بعض الشخصيات العامه في المنوفيه. دي كانت اخر احتفاليه. طب احمد بيه بعد اذن عليك، انا بس اعلامي ان انا اوصل معلش جزء من المواطن على الارض، ولا معلش الاحتفاليه جميله. انا اهدف من امن حزب بخدمات على ارض الواقع مع المواطنين في الشارع، ولا لسه الموضوع في دور التنفيذ؟ الحمد لله كان الحزب فيه من الشخصيات والقيادات داخل المحافظه ناس كتيره في كل المواقع، فاحنا بنقدم خدمات من خلال المواقع القياديه وقيادات الحزب لكل الناس اللي هم يعرفوا حزب المحافظين، ويتصلوا علينا بالتليفون وبنروح نقدم لهم خدماتهم سواء في المستشفيات، سواء في التموين، سواء في الصحه، سواء في الزراعه. محدش فينا سواء في الري، لان احنا يعتبر معانا قيادات في النقابات وقيادات في الجامعه وقيادات في الصحه وكل المواقع القياديه. وبالنسبه لراجل الشارع احنا بنقدم له خدمه. لكن احنا النهارده في الاحتفالات الفنيه برضه عملنا احتفاليه كبيره، كانت احتفاليه 6 اكتوبر والمولد النبوي الشريف كان برضه في هذا المكان، وبرضه كرمنا فيها الناس ابطال اكتوبر والشهداء وحفظة القرآن الكريم. وكان لنا السبق في احنا كرمنا الشهيد ابن قرية بيت فارس، وكرمناه هنا وكرمناه في القاهرة. الشهيد الوحش ابننا كان رائد في القوات المسلحة وكرموا الأسبوع اللي فات الرئيس السيسي، ووالدته ألقت كلمة بهذه المناسبة، وكان موجود في هذه الاحتفالية والدته وزوجته وولاده. العمل الحزبي على مستوى هل حضرتك شايف واخده وضعها واخده مكانها اللي المفروض ان هي من الدول المتقدمه الحزب ممكن يشيل حكومه ويقعد حكومه؟ هل الاحزاب في مصر فعاله فعلا ولا الوضع مجرد وضع تمثيلي؟ تفعيل الاحزاب مرتبط بتفعيل الدستور. كان عندنا دوله دستوريه ماده 5 بالدستور تنادي بالتعدديه الدستوريه والتعدديه الحزبيه، تصبح عندك ديمقراطيه حديثه مدنيه تناشد جميع الاطياف السياسيه. لما يكون عندك تعدديه حزبيه مش هيحصل غلاء للاسعار اللي موجود. لما يكون عندك تعدديه حزبيه لن يحدث تفريق في الحدود المصريه. لا احنا عندنا 114 حزب، بعد ما حصل اندماج اخير بين بعض الاحزاب وبعضها وصلنا لحوالي 64 حزب. ده كله ما عندناش تعدديه حزبيه، ورغم كده احنا عندنا تعدديه شكليه. هناك خلافات واضحه في السياسات الموضوعه للاحزاب. الاحزاب معنى كده الاحزاب مالهاش قوه. الاحزاب لا تنتظر ان
لا تنتظر ان يعطيك احد الدور، يجب ان تبحث انت بنفسك عن الدور المنوط بك سياسيا. الحقوق تنتزع ولا تمنح، فيجب ان تنتزع حقوقك السياسيه وان انت تبتدي تنشط، تتحرك، تبني تنظيماتك، تختار كوادرك الحقيقيه اللي تقدر تعبر عن سياساتك، اللي تقدر تخاطب الشعب الحقيقي. حزب المحافظين قدر ينتزع الحقوق. احنا واقفين دلوقتي بنعمل ايه؟ لا انا اقصد معلش احنا حاليا امبارح، انا اول امبارح كنت في اسكندريه، الاسبوع اللي فات كنت في اسكندريه، النهارده في المنوفيه، بعد بكره في الدهليه، وعندي بعد رمضان افتتاح كشف المحافظات. انشطه خبيره انا بفعل لما تتناقش انتزع وليس يعني معلش هل اقدر ان انا من خلال الواقع اللي فيه اقدر اقدر امشي اهدى ولا هو معلش حزب المحافظين جزء من الحركه المدنيه اللي بتتهزم في المرحله اللي احنا فيها. والنظام الحالي لما حصل عنده ازمه اقتصاديه وازمه سياسيه ارتجى ان هو يعمل حوار ما بينه وبين المعارضه. فهنا بيبان دور الاحزاب، وهنا بيبان الدور الحقيقي للاحزاب، واحنا بنقدم السياسات البديله اللي بتعبر عن المواطن في المرحله الجايه. طب السؤال الاستاذ عبد الستك حضرتك اتكلمت معلش قلت لحضرتك المعارضه قلت ان انا عايز المعارضه ان انا مش معارض عارض لمجرد معارضه ولكن اعارض بحيث ان انا اقدم واطرح معلش بديل او حل بديل مشكله ولا هل ده بنسميه معارضه ولا نسميه مشاركه في الحل؟ اصل انا اعارض هو في يعني في الواقع السياسي في اي حته في العالم الاحزاب يا اما تكون في الحكومه يا اما تكون في المعارضه. فانا لما اكون في المعارضه بقدم سياسات بديله سياسات الحكومه علشان في الدوره القادمه لانتخابات مجلس النواب الشعب ينتخبني او ينتخب مجموعه من الاحزاب تعمل ائتلاف حكومي وتبقى ساعتها حكومه. الاحزاب اللي في الحكومه تتقلب لمعارضه. احنا كمعارضه دلوقتي لما الرئيس دعا للحوار الوطني احنا بالفعل كان عندنا ملفات في كل حاجه. فتقدمنا الملفات دي للحوار الوطني والحركه المدنيه وعلى راسها حزب المحافظين بتقدم ملفات في كل حاجه. احنا جاهزين لو في انتخابات نزيهه وده اللي بنطالب بيه باستمرار ان يبقى في انتخابات نزيهه والمواطن يقدر يدي صوته في الصندوق فيطلع المرشح اللي هو عايزه. ما يبقاش في تدخلات من اي حد لا من اجهزه ولا من دوله وتبقى الاجهزه محايده عند كل الاحزاب. لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش بس اعتقد ان احنا ماشيين على الطريق بمعنى ان بدات الدنيا دلوقتي ان الاحزاب المعارضه صوتها بيتسمع بيحاولوا ياخدوا من المعارضه وهم نفسهم احنا عندنا مقر حزب المحافظين مؤتمر اقتصادي كبير جدا في شتى المحاور الاقتصاديه بيقدم سياسات بديله لسياسات الحكومه اللي وقعت الشعب في فراسه الغلاء والجوع والفقر. احنا عندنا فعلا سياسات قادره جدا انها تنتشر البلد دي وتطلعها لفوق. هل تقديم السياسات دي ولا شكرا جزيلا؟ قدمنا فعلا الحوار الوطني اللي دعا عليه رئيس الجمهوريه في رمضان اللي فات شكلوا حاجه اسمها مجلس الامناء. مجلس الامناء من 18 عضو دول بيشرفوا ويديروا الموضوع بتاع الحوار الوطني. من بينهم 9 من احزاب الحركه المدنيه، منهم ناس من حزب المحافظين. ده كان شرط من شروط الحركه المدنيه عشان توافق على الحوار ان لازم يبقى الحوار على الترابيزه النص بالنص، الحكومه النص والمعارضه النص. حتى في الخبراء وممثلي الاحزاب تمسكنا بالقصه دي واحنا بالفعل ممثلين في النص. بعتنا اسماء الخبراء بتوعنا وافق عليهم وبعتنا كل يعني محليات احنا مقدمين مشروعين قانونين، مشروع قانوني للاداره المحليه ومشروع قانوني للانتخابات المحليات. دول مشروعين محترمين جدا واعتقد ان هم وقدمنا مشروع للبرلمان وقدمنا مشروع للحياه كل مناحي الحياه السياسيه. الحركه المدنيه وعلى راسها حزب المحافظين تقدم باوراق ومشروعات قوانين كامله وعندنا وعود. الناس اللي دعوا الحوار عايزين وعود ان الكلام ده مش هيبقى مجرد كلام على الترابيزه، لا هيتنفذ. يعني في اصلاح سياسي جاي، في تغييرات في القانون، انتخابات جايه. احنا بنطالب ان الانتخابات تبقى بالقائمه النسبيه علشان القائمه النسبيه اكثر تمثيلا للمواطنين. فلو اتعملت انتخابات بالقائمه النسبيه يبقى احنا نقدر نطلع ناس نوديها البرلمان تبقى مؤثره اكثر. انا اعتقد احنا داخلين على القصه دي. واعتقد ايضا احنا مش بس احنا في اراده سياسيه ان الدنيا تتغير سياسيا، في اراده سياسيه من النظام الحاكم ان الدنيا تتغير. ما تمشيش بعيد، تعالي هنا تعالي.
أنا سعيد أوي لما بشوف الأحزاب كلها تتفاعل على الأرض مع المواطن بتقوم بدور دولة، يعني الأحزاب كمان بتقوم بدور دولة في خدمة المواطنين، ودور السياسة بقى ودور المعارضة بيبقى لصالح الدولة وتوجيهات وأفكار بتبقى جديدة ممكن تنمي المرحلة اللي جاية للأحسن. وفي ظل طبعا الاحتفالية الجميلة ديت حزب المحافظين، أحب بس أقول كلمة إن أنا راجل بسم الله جيشنا قوي، جيشنا ما يخافش عليه لأن إحنا مترابطين لحد يوم الدين. قال خير أجناد الأرض بنتكلم عن الجندي المصري. في ناس ما بتنامش، في ناس ما بتنامش في ظل الرعايات اللي بتحصل، في ظل غلاء الاسعار، في ظل الشؤون الاقتصاديه اللي موجوده، لكن في ناس ثانيه ما بتنامش وقايمه بدورها. ودور الاحزاب اللي متزاعم ده بيخلي فيه شعور بالسعاده وبيخلي المواطن ان في مستقبل جاي هيبقى كويس باذن الله. مصر ما بتقعش، مصر بتقوم دايما، بتقوم دايما، تخش عليها المحن زي ما بيقولوا كده ايه، تمر عليك المحن وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تحيا مصر. وانا بشكر سياده الاستاذ احمد كل الامناء حزب المحافظين بالاحتفاليه الجميله دي والمنظر اللي انا شايفه رائع ده، امهاتنا كلنا. بوجه لامهاتنا كلنا كل سنه وانتم طيبين. مين العام المساعد؟ مين العام المساعد؟ وكان اطار الحزب بيكون بيه حزب طبعا حزب المعارضه. احنا اتفقنا ان المعارضه عادي يعني في اجندات مجهزه بحيث ان هي تقدم في وقت معين عشان خاطر نحاول نغير الواقع. طيب من خلال حضرتك ومكانك الحزب اقدر اعرف سيادتك ايه بتقدم ايه او ايه سيادتك يكون في حزب المعارضه دي اكبر ضمانه للمواطن، ضمانه احنا بنسميها لا انا بسميها ضمانه للمواطن لتصحيح الاوضاع. تخيل احنا النهارده لما بيكون في الاغلبيه الدائمه ومفيش اي حزب يعارض هذه الاغلبيه في ارائها او قراراتها الخاطئه، ما بتكونهاش الصواب فيه. اي حزب النهارده بيبقى اساس تكوين على انه يوصل للحكم. الحكم ده بيجي من المنافذ الشرعيه الرسميه، سواء رئاسه، سواء مجلس نواب، سواء مجلس شيوخ، سواء محليات. عنده برامج، عنده رؤى، عنده مشروعات، عايز يطبق وينفذ هذه الرؤى والبرامج والمشروعات. بينفذها لما يوصل لهذه المؤسسات التشريعيه. لما المهندس محمد امين بيقول لك التعدديه الحزبيه، فانت حضرتك قلت له طب ما التعدديه، لا هو قال تفعيل التعدديه الحزبيه. التعدديه الحزبيه موجوده ومعديه ل 100 حزب، مش معديه ل 64 بس، لكن الماده هي تفعيل التعدديه الحزبيه. بيبقى فيه المساحه الاوسع وفي النطاق الاكبر اللي تقدر الحزب تعمل فيه عمل حزبي سليم، وبعد كده ينطلق بقى الحلول وتنطلق المشاكل الحل لدى المواطن. هو عضو مجلس السياسات وعضو الهيئه. حلو قوي. حضرتك احنا بنمر بظروف عصيبه على المواطن المصري. هل المشكله هنا من عند المواطن ام من عند الحكومه؟ هي اسمها حكومه. حكومه يعني هي الحاكمه للامور. ما ينفعش تبقى في حكومه حاكمه وانا الوم المواطن. هو يبقى بيحصل عندنا في مصر، بس ده يعني ده مش مظبوط. الحكم لا يقع اللوم على الحكومه وليس على المواطن. ده مش حكايه يعني اي محاوله لحاجه ثانيه غير كده يبقى احنا بنقول الحكم دايما هو المسؤول. واسمه مسؤول، يعني حتى لما في مسؤول في الدوله اسمه مسؤول. مسؤول ليه؟ عشان نساله، مش عشان نساله يقول لنا المواطن هو السبب او التجار الجشعين هم السبب. امال حضرتك مسؤول على ايه؟ فهي الحكومه دايما هي المسؤول، مش عشان احنا نحملها الهم او نشيلها المشكله لوحدها ونجري. لا احنا عايزين نساعد. الحزب ده في الاخر يمثل مين؟ حضرتك واخد بالك؟ اي حزب يمثل الناس.
احنا لا نمثل حتى الشعب. يعني اوعى تكون فاكرين احنا نمثل نفسنا، احنا نمثل الناس ايا كان قد ايه الناس اللي احنا بنمثلها، بس في الاخر الاحزاب هي اللي بتمثل الناس قصاد الحكم، وهم الاحزاب دي اللي بتطلع بعد كده الكوادر اللي الناس تختار منها الاصلح. وبعد ما لو حصل نصيب ووصلنا للحكم او شاركنا في الحكم هنبقى احنا المسؤولين. ما ينفعش بعد الكلام اللي انا قلته ده ان انا اقول على كده الشعب هو السبب. الكلام ده لو الحزب المحافظ يوصل طبعا لان كل ان انا النهارده انا كنت احنا ما وصلناش للحكم. السبب ان احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ لان الحلقه دي كلها هتكون مسجله وهنيجي في يوم مع بعض. طب النقطه بقى انا عايز اقول احنا دلوقتي مش في الحكم، احنا دورنا ايه؟ دورنا الوطني جدا اللي احنا مصدقينه، يعني هو ان احنا عارف جهاز المناعه اللي في جسم جسم اي بني ادم اللي هو بيقاوم الامراض. المعارضه النهارده بتمثل جهاز المناعه اللي هو بيحس ان في حاجه داخله غلط يقوم يشتغل وينبه الجسم ان انت عندك حاجه. طلع اجسام مضاده عشان لو انت ما عندكش جهاز مناعه في جسمك انت هتنهار. لو الدوله ما فيهاش جهاز مناعه، ما فيهاش معارضه بتصحح الحكومه اخطائها، يبقى الدوله دي هتنهار بعد الشر. معارضه مناخ صحي. هتعرف بستك؟ سعيد ماضي امين مركز مسلم. جميل. سؤال صغير يا استاذ سعيد. طبعا احنا اتكلمنا عن المعارضه، والمعارضه طبعا شيء فعال وشيء بناء وشيء جميل. هل انت حضرتك شايف ان احنا فعلا في معارضه على ارض الواقع، ولا احنا مثلا مجرد بنقول كلام ولكن يضرب بعض الحق؟ هي بدايه، اعتبر هي بدايه دلوقتي للاحزاب تتفعل على ارض الواقع. الحزب قوته في اشخاصه وفكره اللي هيشتغل عليه والاراء اللي هيحطها لتصحيح الاوضاع السياسيه والاقتصاديه اللي هتبقى موجوده تساعد الدوله او تساعد الحكومه. الحزب مش معناه ان هو كذا كذا ضد الحكومه، لا، الحزب مع الحكومه بس عاوزين تصحيح اوضاع. المواطن بيئن. كونك تعارض معنى كده انت ضد. لا مش ضد. احنا عندنا انت بتعارض. معلش احنا عندنا جهاز المناعه ضد الجسم يا عم. لا ضد الجسم. جهاز المناعه جزء من بنتكلم عن الجسم. فكره، احنا بنتكلم عن فكره. نعم. احنا عندنا كفكره. لو عملوا حاجه كويسه خلاص في الاخر تفيد مصلحه المواطن، احنا هدفنا مصلحه نعم. المواطن. لو الحكومه عملت حاجه للمواطن احنا بنسقف طبعا. لكن لو الحكومه اجهضت المواطن، اتعبت جيب المواطن، ارهق المواطن منهدين عشان كده احنا في المعارضه. تصحيح الاوضاع. تصحيح الاوضاع. واحنا سعداء بيه. بجد والله من خلال برنامج احوال. اتفضل. السلام عليكم. اتشرف بين معاكم عشان بيثبتك دكتور عبد المقصود النجار. انا عايز اسال حضرتك سؤال بسيط جدا هيختص بكل الحوار ده. انا مواطن عادي ماشي في الشارع، لما يجي حد يوقفني يقول لي تعالى انت حزب المحافظين، اقول له ايوه، يقول له انت دخلت الحزب ليه؟ اقول له ايه؟ هنا بقى ده مذيع. نعم. انا مش هجاوب بس انا عن نفسي انا اللي بسال. لو حد سالني انا اللي عنده الكلام ده اولا اللي عنده اجابه اقنع بيها الراجل اللي في الشارع ده. ليه ما تكونش حزب تاني؟ طيب انا قبل احمد بيه ما هجاوب. طيب اولا سيادتك يا دكتور، اولا احنا ما عندناش ثقافه سياسيه على ارض الواقع. شكرا. احنا ما نعرفش يعني ايه نبنيها احزاب بسبب ان كان مسيطر حزب واحد على مدار 30 سنه، فالناس عارفه ان الحزب الوطني هو الدوله. فانت جاي النهارده جاي كلام جميل بس معلش في ثورتين حصل، ولكن الفكره الشعب فاهم. انا بختلف دايما ان المواطن لا، الشعب فاهم. الشعب بقى كله سياسه دلوقتي. الشعب بقى منهك يا محمد. منهك. انا بس بقى كله سياسه. هو فاهم انه لو خرج دلوقتي هيحصل ازمه في البلد، فلا هو حريص. وده اللي احنا مش عايزينه. ليه بقى ننظر لحزب المحافظين؟ حزب المحافظين رفض السياسه المتعلقه بالماضيه ومسار الانتخابات اللي حصلت. خلاص؟ رفضنا التعديلات الدستوريه الغير دستوريه التي المواطن وتتولد على بعض الصلاحيات داخل الدستور. كان قرار حزب المحافظين بشان تيران وصنافير ان تيران وصنافير مصريه حضراتكم في حلقه جديده من حلقات حوار بلدي، وبنكمل تاني مع حزب المحافظين او قيادات حزب المحافظين ونشاطهم ودورهم على ارض الواقع. معانا الدكتوره حاجه ناديه. حضرتك معاك نادره حاجه نادره. طبعا معلش تعرف الساده المشاهدين دورك الحزبي او موقعك الحزبي.
أنا تركيزي بقوم اللجنة الصحية واللجنة القانونية، بقوم بجهز عرايس أيتام. معلش في حب الظهور ده يعني. بعمل أي خدمة صحية، توفير أي علاج، توفير بيساهم معانا في الوقف الطبي، توفير أي عناية مركزة لأي حد غير مقتدر. بسبب ربنا هذا شيء جميل جدا. انت اولا معلش انت من هنا لقيتك معلش على ارض الواقع مع المواطنين، كونك مع غير القادرين، مع الايتام، مع المرضى، بسبب ربنا ده العمل اللي المواطن مستنيه. محمد شبع بيقدم عليك، انت حضرتك بتتكلم على قوانين عامه المواطن ما يدركهاش، المواطن عاوز لما انا اتزنق ما تزعلش مني، الاقي حد جنبي، انا تعبان دخلني ده عندنا الاثنين علشان الجانب الثاني هتلاقي طبعا القوانين مصلحه شخصيه خدمه قله قليله خلاص. هنا القانون ده ما بيمثلش الناس. رجعنا الحزب الوطني تاني. هنا الايام الحزب الوطني اللي احنا خرجنا عليه. عايز ترجعنا ليه تاني؟ الحقيقه عضو مجلس النواب اللي دفع فلوس ولغوا فلوسه، عضو مجلس النواب اللي جيب الناس ولغوا الناس. خد القاعده دي على القوانين العامه اللي متعلقه بالصحه، بالتعليم، بالاقتصاد اللي هو هيدخل الفلوس في جيبك. لو النائب بيمثل الناس والقوانين بتاعته بتمثل المواطن هتلاقيها تعم على الجميع، ما بتعمش على شخص وما بتعمش على شخص. طبعا الدكتور الهام عشان خاطر ناخد الحق بتاعتنا عرض سيادتك. دكتور الهام امام ابو يوسف امين فرع حزب مصر. طيب من خلال دور حضرتك كأمانة المرأة، انت شايف ان المرأة المصرية بقت واخدة وضعها على المستوى العام ولا لسه دورها مهدر ولا مهمشة ولا لا 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 المرأة عمرها مش مهمشة ولا سيدة ولا زوجة. أولا المرأة تكتب المجتمع ويكتب المجتمع كله. المرأة بداخل الأسرة بتكون الأسرة، هي بتربي رجال، بتربي الأطفال، بتربي النشء. أنا ما اتكلمتش عن دور المرأة. احنا هل المرأة عشان حضرتك لا المرأة هل المرأة واخدة من الآخر واخدة وضعها حاليا هو ولا لسه؟ المجتمع لسه تحت النشء، واخدة حقها، واخدة حقها والله. أما المرأة واخدة حقها لا والله مش كله، والله أقلية بس. دكتورة وسفيرة ووزيرة. احنا عندنا واحدة عشان اتطلقت عملت حفلة زي حفلة القاعة. يبقى واخد حقها ولا مش واخد حقها؟ المرأة هي أساس المجتمع. فحتة إن المرأة لسه مهمشة دي استحالة. المرأة البسيطة بتربي عالم، المرأة البسيطة بتربي فيلسوف، المرأة البسيطة بتربي سياسي نشط بيهز البلاد. المرأة يد بيد مع الرجل وليست هي أساس المجتمع ولا الرجل أساس المجتمع. الاثنين أساسنا بيكونوا مجتمع صحي صح متكامل سليم. الفترة الأخيرة في قوانين جديدة خرجت معلش نصبت المرأة كتير عن السابق. عشان كده المرأة في الوقت الحالي نعتبر ان هي ترفع عصاها الذهبي في المجتمع. نختم حلقتنا من احوال بلدنا ونشكر اصدار الضيوف وكان الكاتب والاعلامي عيسى والنادي الحوالي